من زمن بعيد جدا بتتقسم قوى الخير والشر البلورتين، وبيكون في حارس عليهم لازم يوصل كل بلورة فيهم لصاحبها. ولكن بنتفاجئ بحدوث مشكلة في التوزيع، وكل بلورة بتروح للمكان الغلط. بس الأول ما تنساش تدعمنا بلايك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وبيبدأ فيلمنا مع وحش قوي وشرير جدا بيكون عايز يمتص طاقة الشمس علشان تساعده في تدمير العالم، لحد ما بيظهر الأخين تاي وتشينج وبيحاولوا إنهم يتصدوا للوحش، ولكنهم برضو مش بيعرفوا بسبب قوته المهولة. فهنا بيتدخل أبوهم والمعلم يانج، واللي بيقدر إنه يحبس الوحش ده، وكمان بيقسموا الجزئين واللي هما الخير والشر. ورمى تعويذة على بلورة الشر علشان بعد 3 سنين ينزل عليها صاعقة من السماء وتدمرها. وبيحتفظ بالبلورتين في خزنة واحدة، وبيقرر إنه يأتمن ابنه تاي عليها ويسلم كل بلورة للشخص اللي يستحقها في الوقت المناسب. فهنا بيحس أخوه تشينج بالغيرة، وبيعدي الوقت وبنشوف أمير اسمه لي ومراته يان، واللي بتكون حامل وخلاص قربت إنها تولد. وفي طريقهم للمعبد بيظهر لهم تاي، واللي بيوصل لهم رسالة المعلم يانج، واللي طلب منه فيها إنه يوصل بلورة الخير لطفل على وشك إنه يتولد، وبيقع الاختيار على طفلهم. وفعلا بتعدي الأيام وبنشوف ين وهي بتولد، وأهل القرية كلهم بره وعايزين يشوفوا المولود الجديد. وفي نفس الوقت ده بيكون تشينج موجود في نفس المكان وبيرمي تعويذة على خادم ليه، وبيقدر إنه يتحكم في تصرفاته. وعلشان كده بيروح لتاي وبيديله نبيذ، ولكن لما تاي بيشرب منه بيغمى عليه. وهنا بيروح مساعد ليه علشان يفتح الخزنة، ولكنه مش بيعرف. وفي نفس الوقت ده بتطلب الممرضة من ليه إنه يفتح الخزنة بسرعة، لأن خلاص ين على وشك إنها تولد. فبيطلع ليه بسرعة وبيحاول يصحي تاي، وبينجح فعلا، وبيقوم تاي يفتح الخزنة. وفي الوقت ده بيكتشفوا إن كان في حد مسيطر على مساعد ليه. ولكن بتيجي ست مسنة وبتقف قدامهم بعد ما بتاخد البلورتين، وبتحط الشريرة منها في حجر ين. ولكن على طول بيجري ليه عليها علشان يكسرها، ولكنه للأسف بيكون اتأخر، وده لأن البلورة بتكون اتحولت لشعاع بيتجه ناحية ين، اللي للأسف بتولد الروح الشريرة بدل الخيرة. وبيكون شكل الطفل غريب جدا، وأول حاجة بيعملها إنه بيهاجم كل الناس اللي حواليه. ولكن اللي بيقدر يحتوي الموقف شوية هو تاي، اللي بيعمل للطفل ده طوق يخليه ما يقدرش يستخدم قوته بالشكل الشرير ده. وبيكون تاي في طريقه إنه يقتله، إلا إن لي وين بيمنعوه وبيقولوا له إنهم هيهربوا وهيخلوه ما يمارسش أي أعمال شريرة. وعلى الرغم من إن أهل القرية بيكونوا خايفين ورافضين، إلا إنهم مش بيقدروا يرفضوا طلب الأمير، وبيسميه لي وين نيزا. ولكن بيعرفهم تاي إن في لعنة كمان 3 سنين هتدمر ابنهم والبلورة اللي جواه. فهنا بيقرر ليه إنه ياخد تاي ويروح للمعلم يانج علشان يشوفوا ممكن يتصرفوا إزاي. والناحية التانية بيكون تشينج أخد بلورة الخير وراح بيها الملك التنانين، واللي بيكون ألد أعداء البشر. وبيدي تشينج البلورة الملك التنانين، وبيطلب منه يديها لابنه علشان يثبت للمعلم يانج إنه كان فعلا قد المسؤولية. والناحية التانية بيروح تاي وليه فعلا للمعلم يانج، ولكنهم بيتصدموا لما بيلاقوه مات، ومفيش هناك غير الحارس. وبيكون ليه يائس لأن كده مفيش طريقة نيزا يهرب بيها من التعويذة. وبتعدي السنين وبيكبر نيزا، وبتكون قوته كبيرة جدا لدرجة إنه لما أمه بتطلب منه إنه يلعب معاها مش بتكون قادرة تجاري طاقته. وبعد شوية بيجي حارس علشان يحذر الأم إن فيه هجوم عليهم، فبتطلب من الحراس إنهم يخلوا بالهم من نيزا وبتمشي. ولكن نيزا وبمنتهى السهولة بيقدر إنه يوقع الحراس في بعض وبيسيبهم وبيخرج من بوابة الحماية. وبتكون دي أول مرة ليه في القرية لوحده، علشان كده الناس بتكون مرعوبة منه والكل بيستخبى. ولكن بيكون في بعض الأطفال اللي بيخططوا لطريقة يخلصوا بيها منه. فبيدخل عليهم طفل جديد وبيقول لهم على خطة ذكية، ولكنهم بيتفاجئوا بعد كده إن الطفل ده هو نفسه نيزا، واللي بيوقعهم في الفخ اللي هم كانوا عاملينه ليه. فبيقوم طفل منهم وبيقول له إن محدش بيحبه هنا ونفسهم إنه يموت. فبيتضايق نيزا جدا وكان على وشك إنه يموتهم، ولكن بيتدخل تاي في آخر لحظة وبيقدر إنه ينقذهم. ومن بعدها بيزود الحراسة على نيزا، وبيكون لي وين حزينين جدا لأنه قرر ياخد نيزا الجبل بعيد عن الناس. وعلشان كده بيغير تاي رأيه وبيقول لهم إنه هياخدوا معاه علشان يعلموا إزاي يستخدم قوته لمساعدة الناس، ويمكن يكون شخص كويس.
وهنا بيجيب تاي لوحته السحرية وبيدخل جواها هو ونيزا، وبيستخدم فرشته السحرية اللي لما بيرسم بيها أي حاجة بتتحول للحقيقة. وفي العالم بتاع تاي بيحاول إنه يغير فكرة نيزا عن العالم، ولكن نيزا بيكون مش مهتم، وحتى لما تاي بيضايقه علشان يجبره إنه يتعلم. لحد ما في يوم بيكون تاي نايم وبنشوف إن ين بتروح له وبتصحيه علشان يدوروا على نيزا اللي مش لاقيينه، وفجأة بيلاقوه عايم على وش المية. فبيخرجوا تاي بسرعة وبيكون فاكر إنه مات، وبيحاول يعمله تنفس صناعي. ولكننا هنا بنعرف إن دي خدعة من نيزا اللي استخدم الفرشة السحرية وحول الضفدعة السامة لشكله، وتحول هو لشكل أمه، وخلى تاي يتصاب بتسمم شديد بعد ملامسته للضفدع. وهنا بيجي لي وين الحقيقيين وبيطمنوا على تاي، وبتروح ين لابنها وبتترجاه إنه يتغير وبتقوله إنه فعلا جواه الخير. ولكن رد نيزا عليها بيكون صادم، لأنه بيقول لها إنه بيكره الناس اللي هناك دي كلها، لأنه طول عمرهم بيعاملوه على إنه شخص منبوذ ومكروه. ولكن بيقدر ليه إنه يقنعه إنه ممكن بقوته دي يحارب الأشرار اللي بتهجم على قريتهم، وبالتالي يكون بطل في نظر أهل القرية كلهم. ولكن في الوقت ده بيواجه نيزا مشكلة كبيرة، وهي إنه دايما لما كان بيقضي على الوحوش والأشرار بيقتل ناس أبرياء وملهاش أي ذنب، ولكن من غير ما يقصد. فبيتخنق نيزا وبيرسم بوابة يخرج بيها من عالم تاي، وأثناء ما هو في القرية بيشوف وحش بيغير شكله للمية، وبيبدأ نيزا إنه يطارده لحد براميل المية اللي في القرية، وبيكون واقف وراه أهل القرية كلهم وهم خايفين وما يعرفوش إنه بيقاتل وحش. ولما بيحرق نيزا البراميل كلها بيخرج الوحش وبيجري وبيخطف بنت صغيرة وهو ماشي. ولكن بيفضل نيزا وراه لحد ما بيوصلوا للبحر، وكان الوحش على وشك الهروب لحد ما بيظهر شخص غريب، وبنتفاجئ إنه يبقى أوبينج، وبنعرف إنه يبقى ابن مملكة التنانين والممثل لقوة الخير، وبيمنع الوحش ده من الهروب. ولكن لأن نيزا ما يعرفوش بياخد البنت الصغيرة منه وبيكون على وشك إنه يقتله، ولكن الوحش بيفوق مرة تانية، وهنا نيزا بيساعد أوبينج، وبعدها بيشكروا أوبينج جدا، وبيكونوا هما الاتنين أصحاب جدا، وبيديه أوبينج صدفة يصفر بيها لو حب يشوفوه مرة تانية. وبعدها بيمشي وبيوصل أهل القرية علشان يهاجموا نيزا، لأنهم بيكونوا فاكرين إنه هو اللي خطف البنت، وده بيعصب نيزا وبيبدأ يهاجمهم لحد ما بيتدخل تاي وبينقذهم للمرة التانية. والناحية التانية لما بيرجع أوبينج لأبوه ملك التنانين وتشينج بيكلفوه بخلع طوق نيزا علشان يموت كل البشر، وساعتها تقدر التنانين إنها تتحرر مرة تانية. وفي نفس الوقت ده بتدخل ين على ابنها وبتقوله إنها عازمة أهل القرية على عيد ميلاده الثالث، وإنهم كمان قبضوا على الوحش، وإنه هيعترف إنه فعلا كان بيدافع عن أهل القرية ضده. وده بيفرح نيزا جدا، وبيخرج على البحر وبيصفر لأوبينج وبيعزمه هو كمان على عيد ميلاده. ولكن قبل ما أوبينج يروح القرية بيمدوا أبوه بدرع جلد التنانين علشان يحميه من أي خطر. والناحية التانية بيظهر تشينج لنيزا وبيصدمه بحقيقته، وبيقوله إنه مقدر ليه إنه يموت في عيد ميلاده الثالث عن طريق صعقة من السما هتنزل عليه. وبتبدأ الاحتفالات وبيجيله تاي علشان يديله الهدية بتاعته، وبعدها ليه أبوه اللي بيترجاه يستمر في قتاله علشان الناس. ولكن هنا بنشوف الحزن على وش نيزا اللي بيقول لهم إنه خلاص عرف حقيقته وإنه هيموت النهاردة. وبنشوفه بيقول تعويذة اداهاله تشينج، وفجأة الطوق اللي على رقبته بيتفك وشكله بيتحول تماما، وبيبدأ يهاجم ليه وتاي. ولكن أوبينج مش بيقدر ما يتدخلش، وفعلا بيساعدهم لحد ما تاي بيلبسوا الطوق مرة تانية. وهنا بيعرف ليه حقيقة أوبينج وإنه من عشيرة التنانين، فبيقرر هو وأهل القرية إنهم يقضوا عليه. ولكن هنا أوبينج بيغطي القرية كلها بالجليد علشان يدمرها، لأنه لو ما عملش كده أهله من التنانين هيفضلوا محبوسين للأبد. وأثناء ما نيزا قاعد لوحده بيعرف اللي والده عمله علشان خاطره، وعلشان كده بيرجع للقرية مرة تانية وبينقذهم من أوبينج. وبيحصل قتال شرس جدا ما بينهم هما الاتنين، والناحية التانية بيكون في قتال تاني بين الأخين تاي وتشينج. وبيفضل القتال مستمر لحد ما بيقدر أوبينج إنه يطلع لقبة الجليد اللي عملها، وبيبدأ يدمر فيها علشان تنزل على القرية تدمرها. وهنا بيضطر نيزا يقول التعويذة وبينقل الطوق لإيده وبيطير، وبقوته كلها بيمنع الجليد إنه يقع على القرية وبيمتصه كله، وبيكون على وشك إنه يقتل أوبينج، إلا إنه بيرفض وبيقوله إنه صديقه الوحيد. وبيجي الوقت اللي بيودع فيه نيزا قريته وعيلته، وبتنزل عليه الصعقة، وحتى مع تدخل أوبينج وتاي لمنعها إلا إن محدش بيقدر، وكل اللي بيعمله تاي إنه بيحبس أرواحهم جوه الخزنة اللي معاه. وفي الوقت ده
التحية والتقدير اللي ما أخدهوش نيزا وهو عايش بياخده وهو ميت من أهل القرية بعد ما بيعرفوا اللي عملوا علشانهم.